كمان احنا مشينا محل الخطر فيه نفسه، مشينا محل الخطر، مشينا وقعنا لهم في عبون، في عبون برضه ما لقينا دعم. ليه نسكت للتين يعني؟ ولا الناس تسكت للتين تقول ليه الاشخاص ديل يموتوا قدر ده؟ ليه يضحوا قدر ده؟ قال لنا انت عارفين انت فقدنا كم؟ انتوا اسي الناس ديل عارفين ان احنا فقدنا كم الليله اللي احنا في هبيله؟ عارفين ان فقدنا كم في الدلنج من نمس لليل؟ عارفين ان فقدنا كم؟ عارفين الخسائر اللي عندنا ليه؟ ليه انا عندي تحالف؟ ليه وانا عندي ناس شايف انها مشاركين مشاركين في التحالف ده بارواحهم وباهالهم وبعتادهم شايفين، لكن وينه ده وينه ده؟ اخوانا لما انا اسال اسئله زي دي بسالها ما كرها له ولا عشان هو يخليها، بساله ليه انت ادينا اجوبه منطقيه. اجوبتك المنطقيه شنو؟ يتعللوا هنا، انت عارف بيتعللوا في المنطقه اكس من اجتماع لاجتماع. لا انا الاجتماع الفلاني، لا انا ما عارف سويته ليه، لا انا مشيت امريكا ما كلمته ليه. شفت الشفع؟ اقسم بالله العظيم بس حركات شفع واحد. انت عارف التحالف حق التاسيس ده كان في تاخير ليه؟ مؤخرينهم. طيب ليه؟ اخوانا احنا لما نتكلم نوصل الصوت بيصلوا، الصوت ده انا متاكد انه بيصلوا بحزب المسؤوليه يا اخي. على الاقل قلت حزب المسؤوليه انه في ناس وراك، كميه اشاويز وراك، الدنيا دي كلها وراك. اتحرك يا اخي، حرك نفسك، حرك نفسك، اطلع يا اخي. الاشاويز دول قاعدين يموتوا اقسم بالله العظيم، والله بيموت يا اخي. انا اقسم بالله قلت لك انا بحب الزول يكون دغري، ما بحب الزول يكون غامض، ولا بحب الزول ما عارفين احنا نهايته شنو، ولا هو داير شنو، ولا هو داير يعمل شنو. داير موت بنموت لك في قدامك، لكن اسخر لنا انت، ادينا معنويات. انت تعال امشي المنطقه الفلانيه وقول يا ناس اقسم بالله العظيم الصفر الرقاق ده اللي يجوك من كل حد بنصب. لكن هسه الصفر الرقاق براون، هسه الصفر الرقاق بيجسوه مجاسفه. الصفر الرقاق ما يعني حتى المحلات اللي بيمشوا يخشوها ما زيك انت لما تجي انت الاهل ديل كلهم بيستقبلوك بالورود، لكن الاشاوز ديل بيخشوا حتات ما عارفينها ولا عارفين طرقها ولا عارفين. انت عارف اي حاجه، اطلع يا اخي، طلع ناسك. مالك دي قضيه ما فيها مجازفه بارواح الناس، دي قضيه ما فيها ده. القوه يا اخواننا، الاتحاد ده فيه قوه، الاتحاد فيه قوه، لكن احنا اتحاد ذاته نحن والله نقعد يعني نحتار فيه. والله العظيم اقسم بالله العظيم الواحد يغلبه الكلام لما تشوف في حركات شفع شغاله. والله العظيم ليه انت ما جبت لي حلا وسيمه؟ شفت ديك؟ جبت لي حلا وسيمه، انت ليه ما جبت لي حلا وسيمه؟ داير لبانه، انت ليه ما جبت لي لبانه معاك زي ما جبت لي ده؟ اقسم بالله حاجه تخليك انت تبكي بعينك كده، تبكي بعينك لما تشوف الاشاوس دي المجازفين براون. مجازفين يا اخي، مجازفين يا اخي. انا ده بيقارعوا في الكيزان ده من وين يا اخي؟ بيقارعوا فيهم من وين؟ من الخرطوم، الفاو، الجبل مويه، سنار، سنجه. الاشاوس دي انا عندي تحالف والله عندي تحالف. هذا قدر الضربه يا اعزائي يا احبابي. التحالف ده باذن الله تعالى نحن هسه حاليا انا عندي امل في حاجه واحده بس، انه في الاجتماعات الجايه دي انه الناس دي يتوافقوا لنا على حاجه على الاقل تساعد الاشخاص دي في الميدان. وانا الكلام ده ما بقوله انهزاما من العساكر، ناس الجيش عارفين كويس انه خشوا محله بيطلعوا منها، وانتوا عارفين كويس انه الدعم السريع دخل محله ما بيقدر بيحافظ عليها، ما بيقدر يمكن يطلع منها ويجي ثاني يدوس هجوم كده، ما كويس، ده استنزاف ده. لكن انا الليله داير اعلم الاشاوس دي الخندقه، تتخندق، شفت بس تتخندق، بس اتخندق احفر يا زول، هو يحفر ما تخجلوا احفروا الدلن جا حفروها ترسوها. انت خلاص خليتها بوراك كده، بعد ثاني بعد ده بيجي يتخطى الترس ده. اول حاجه دي من خطط الحرب يا اخوانا، ما تضحكوا فيها. خلي الاشاوس دي يفقد ارواحهم في الميدان. وانا ذاتي انا داير الدليل ثاني، حتى لا قدر الله ثاني لو فقدوا الدلن دي، لو فقدوا هبيله، لو فقدوا المرض، ما ترجعوا لها ثاني. رجعوا لها ليه؟ خلوها كده بس خلاص، اقفلوها كده، خلوها مقفوله ما بينه وما ربيع. تعالوا شوفوا لكم محل ثاني امشي عليها، خلي بعدين هو اللي يجي يحررها. والله العظيم اخواننا ما تجاسفوا براكم ده هسه دي المره الثانيه تتعرضوا فيها لهجوم كبير في الدلن بدون اسناد. مدفعيه زي عنده مدفعيه، الله خلقها مدفعيه زي ما بدقها في ناس الجيش دي. معقول يا اخواننا؟ انا متاكد بكره واحد يطلع يقول لي لا زول انت والله داير تخرب، انت زول عسكري يا زول بتاع استخبارات يا زول مدسوس في الدعم السريع ده. عليه الحالف انا لما عرفت الدعم السريع كل الجوغه دي ما في. انا لو عرفت الدعم لما انا جيت وقفت مع الدعم السريع ده، الجوغه دي كلها كانت ما في. دي حاجات وحقائق لابد انه نتكلم فيها مهما حصل. ده انتقاد، اسمه انتقاد للحاجه الحاصله دي. انا خوفي كله على دم الاشاوس اللي قاعد يهدر ساي ده. ما اقسم بالله بيهدر ساي ومعتمدين لهم على تحالف فاشل هش.
نحن دايرين نقوي التحالف ده، نقوي بطريقه. تعال بس ورينا انت مشاركتك شنو. لنا 3 سنة هسه مشاركتك شنو كده الفاعله كده يعني شنو وين؟ تظهر لك بجاي صوره بجاي ولا شاوز من ده دقنا براوي. اخواننا نحن ليه نحن نقعد نلعب؟ ليه نحن نقعد نلعب؟ ليه نحن نجازف؟ ليه نحن نقعد نسكت كده لبتين يعني؟ عشان لا عشان الكوز ما يعرفين على ابو الكوز يا زول. ان على اقول عديل اقسم بالله كسم كل الكيزه. كوز خليه يشيل كلامنا وخليه يشيل يلف يمشي بالدنيا كلها ما انه ماله نحن. لكن نحن لابد انه الوضع ده ما نسكت عليه، لابد انه الوضع ده يتصلح، لابد انه الوضع ده يمشي. يا تحالف عديل كده، يا تحالف عديل، يا ابقى زي عبد الواحد ده مشغول في مناطق بس ثاني ما عندنا حاجه ولا عندك حاجه ولا بعدين تعال بعد اللي شاوز دي اللي يموتوا فيها خلاص انتهوا منا عينهم تطلع، تعال بعدين نقول انا دار حقي وبرضه ما بيابوا لك. لكن كده لا يجوز. ولا زي ابقى زي ما مناوي ولا ابقى زي ما عارف شنو، ولا خليك محايد بس قول والله انا محايد. هسه اطلع عديل كده عشان نحن عارف انه تحالفنا ده برانا نحن بس. اطلع اقول والله انا محايد بس اخوانا خلونا انا محايد، قفل مناطقك دي زي ما انت مقفلها وخلينا نحن نجازفها معاهم في الدلنج كده بعدين احنا بنمشي دغري. لكن ما بنكون منتقلين لنا على حيطه ميته، بنكون ماشيين دغري نبل الدلنج نبل ده وعارفين اللي شايف زي اللي بيبلوها المحلات دي كلها بيبلوها. والله العظيم اقسم بالله اسمعوا كلامي ده، اسمعوا كلامي ده، والله العظيم انا اللي شاوز ديل يشهد الله ما صابر معون لحد هسه. دايرين الشاوز دي الهامش دي يكون بخير بالطريقه العديله. الخونه بتاع الكردفان اتكلمنا عنهم طلعوا جرحوا فينا طلعوا ميتنا والله ولا اشتغلنا ولا الشغله دي. والله العظيم اتكلمنا عن السنياله دي في الاجرام الحاصل ده والفساد اللي فيها برضه دخلنا وتكلمنا في قاعده عديله. انا جبتهم باسانون قال لكم احنا عندنا حاجه لزول برضه ما يشيلوا الكيزان برضه ما يشيلوا كلامنا ده ودوا. يا اخوانا دي حاجه اسمها اصلاح والتماشي. في حاجه اسمها السلطه الرابعه هنا ده في ناس ما عارفين حاجه هنا، في ناس هنا ما عارفين شيء زي الشباب اللي قاعدين تحت ما عارفين شيء. لازم نوصل لهم المعلومه وصل غصبا عن اي زول تصل له المعلومه ويعرف انه الحاصل شنو عشان ما تكون ماشي بالخلا زي